وبنبدأ الفيلم مع ليزا وبنعرف انها غنية وعيشتها مرتاحة على الاخر، لكنها عايشة لوحدها، ودي اختها كيلي اللي بتكون متجوزة وعندها اولاد وعايشة هي وجوزها حياة بسيطة وبتكون سعيدة معاهم. وهنا هما بيتفقوا انهم هيتقابلوا ويقضوا اليوم مع بعض، وليزا بتروح الشركة بتاعتها وبيكون جاك شريكها في الشركة، وبنعرف انه معجب بيها من صغرهم ونفسه انه يقرب منها، والنهارده عيد ميلادها هي واختها التوأم، فهي بتحتفل بيه هنا في شغلها مع الموظفين بتوعها، اما اختها فبتحتفل بيه في البيت مع جوزها واولادها، وبيكونوا الاتنين متفقين ان هما هيروحوا يحتفلوا سوا مع عمتهم. وهنا جوز كيلي بيديها هديتها اللي هي اسوره، وليزا بتكون وصلت عند عمتها وبتتعامل معاها على انها كيلي، لكن عمتها بتعرفها انها تعمل كده على اي حد الا هي، لان هي اللي مربياهم. وهنا بيكونوا اتجمعوا وبيتعشوا سوا، وليزا بتفتح الهدية اللي جاك جابها لها وبتتفاجئ انها اسورة برضه بس غالية جدا، فكيلي بتكون غيرانة علشان جوزها جاب لها اسورة بس رخيصة، وبتعرفهم انها زهقت من العيشة الاسرية لانها مش بتخرج عكس ليزا اللي بتكون وحيدة ونفسها تجرب العيشة الأسرية. وهنا عمتهم بتجيب لهم ميدالية قديمة كانوا كاسبينها في السباحة بس بالغش، لأنهم كانوا بيبدلوا مع بعض من غير ما حد ياخد باله، فبتقول لهم إنها فخورة بيهم جدا جدا. وبالليل وهما بيتكلموا سوا اقترحوا إنهم يبدلوا حياتهم لمدة أسبوع علشان يحسوا بتغيير، فبيقرروا إنهم يعرفوا بعض شوية أسرار مهمة علشان يعرفوا يتعاملوا. وهنا جاك بيكون رايح كيلي علشان يخرجوا سوا، لكن بتيجي عربية بسرعة وبتخبط كيلي وبتموتها، وليزا هنا بتكون منهارة من العياط. والمشكلة هنا ان جوز كيلي واولادها فاكرين ان ليزا هي اللي ماتت مش كيلي، فعمتها بتوصل لبيت كيلي علشان تعزيها، لكن بتتفاجئ بليزا قدامها وبتعرف منها كل اللي حصل وانهم متفقين يبدلوا مكان بعض لمدة اسبوع، فبتطلب من ليزا انها تعرف جوز اختها الحقيقة، لكن ليزا بترفض تكلمه دلوقتي. وهنا جاك وهو بيعترف لليزا انه بيحبها وهو لسه ما يعرفش ان دي ليزا مش اللي ماتت، فبصراحة هي حاجة تلخبط. وعمتها مصممة انها تعترف لجوز كيلي وكمان تعرف جاك انها عايشة لانه بيحبها جدا وان هي شافت كده بنفسها، بس ليزا بتعرفها انها خايفة علشان الاولاد هيتصدموا لو عرفوا ان امهم هي اللي ماتت مش خالتهم ليزا، فقررت انها هتفضل مكان اختها لحد ما تقدر تعرف الاولاد بطريقة ما تصدمهمش. وبالليل بتتعامل مع الاولاد عادي جدا على اساس انها امهم، فبتهديهم لانهم خايفين على امهم الا تموت هي كمان، فبتتاكد هنا انها صح وانها مش هينفع تعترف بحاجه دلوقتي، بس قررت انها تروح وتعترف لجاك بكل حاجه. وهنا هو فخور بيها، وبنشوف ان في واحد غريب واقف بيراقبهم. وتاني يوم عمتها بتروح لها علشان تقنعها انها تقول الحقيقه، لكن هي بترفض برضه وبتعرفها انها هتربي الاطفال، فعمتها بتعرفها انها مش لازم تبقى امهم علشان تربيهم، فليزا بتوافق انها تعترف بكل حاجه. وجوزها هنا عايز يعرف هي ليه بعيده عنه ومش بتقرب منه بقالها فتره، فهي بتقول له انها متاثره بموت اختها. وبنروح لجاك وبنلاقي ان الراجل اللي كان بيراقبه هو وليزا واقف مستنيه، وبنعرف انه مديون ليه بمبلغ كبير، وبيعترف له هنا ان هو اللي قتل حبيبته اللي هي شريكته في الشغل علشان يتحكم هو في الشركة ويقدر يسدد له فلوسه. فجاك بيتعصب عليه وبيضربه، لكنه بيكون اقوى منه وقدر انه يرميه من الشباك ويقتله. وتاني يوم المحققة بتروح لليزا وبتعرفها ان جاك انتحر، وبتكون مصدومة لكنها بتحاول تخفي مشاعرها علشان جوزها ما ياخدش باله من اي حاجة. ولما بتروح معاها لمركز الشرطة وبتعرفها ان جاك ما انتحرش وان اللي قتله هو اللي قتل اختها ليزا علشان يخلص من صحاب الشركة، فهي بتروح وبتحاول توصل لأي حاجة بخصوص القضية. وبتعرف من الجهاز بتاع جاك إنه كان مديون بمبلغ كبير، فبتروح لأختها عند القبر وبتعرفها إنها مش هتسيب أولادها وإنها هتهتم بيهم. وليزا هنا بتروح للمحققة علشان تعرفها بالمعلومات اللي عرفتها عن جاك علشان تساعدها. وبيكون جوز أختها بيرقص مع عمتها، وبنلاحظ إنه بقى مبسوط لأنه فاهم إن دي مراته والوضع الأسري تمام لحد دلوقتي. وبنروح لليزا اللي عرفت المحققة كل حاجة عنها وعن أختها، بس هي بتطلب منها إنها ما تعرفش جوز أختها أي حاجة دلوقتي لأن القاتل لو عرف هيحاول يقتلها هي كمان.
ولما بترجع البيت بيظهر القاتل وبيعرف جوز اختها ان اللي معاه دي مش مراته وانها اختها ليزا وان مراته هي اللي ماتت. وهنا طبعا هو مش مصدق، لكن ليزا اعترفت له بالحقيقة وهو بيتعصب جدا لانها خدعته وخدعت اولاده، وبيعرفها ان كده عياله مش هيتقبلوا الحقيقه دي، فبيقول لها تخرج من البيت وما تظهرش تاني خالص. فهي بتروح للمحققه وبتعرفها ان القاتل جالها البيت وانه عرف جوز اختها كل حاجه ودمر حياتها. فالمحققه بتعرفها ان مفيش اي دليل ادانه علشان يقبضوا عليه، وبكده مش هيقدروا انهم يقبضوا عليه، بس بيعملوا خطه سوا وهي انها هتعمل اتفاق معاه وتديله الفلوس اللي هو عايزها، وهم هيكونوا سامعين كل حاجه بجهاز التصنت. ولما بتروح علشان تقابله هو مش بيجي، وهنا هي بتعرف انه شك فيها وعارف انها متفقه مع الشرطه، فبتروح للمحققه وبتكون خايفه علشان كده هو هيقتلها، لكن المحققه بتعرفها انها في امان وخدتها توصلها لبيت عمتها. وهناك جوز اختها بيجي وبيعرفهم ان حياته هو واولاده بقت في خطر، والمحققه هنا بتعرفهم ان ديلين اتقتل. وهنا جوز اختها متعصب عليها علشان هي السبب في كل ده وانها كدبت عليه، لكن عمتها هنا بتعرفه ان ليزا عملت كده علشان خاطر عياله. وبالليل ليزا بتكون لوحدها في الشقه وبتاخد شاور، ولما بتخرج بتلاقي ان في واحد قاعد مستنيها ومولع سيجار، بيعرفها انه صاحب الفلوس اللي جاك مديون بيها، وان ديلين كان مجرد واحد من رجالته وانه قتله علشان الشرطه عرفت بيه، وهو هنا عايز فلوسه. وفي الوقت ده بيكون جوز اختها جاي علشان يصالحها، لكنها بتتهرب منه علشان يمشي بدل ما يتقتل هو كمان، لكنه بيشك انها مش لوحدها وان في حد معاها جوه، فاتصل بالشرطة ودخل جوه علشان ينقذها، فمسك في المجرم وكان هيموت مخنوق، لكن ليزا بتقدر انها تنقذه وقتلت المجرم بسكينة في رقبته. وبتكون الشرطة جت والموضوع خلص على كده، وليزا وجوز اختها قرروا انهم يكملوا مع بعض علشان الاطفال مش اكتر. وبكده يكون فيلمنا خلاص، فما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت لسه جديد معانا علشان يوصلك كل جديد. وسلام.